بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة. بنتكلم النهاردة عن موضوع خدمة العملاء. انقسم المجتمع إلى قسمين، صنفوهم كده. قالك أول حاجة ناس بتنتج، ناس منتجين زي الفلاحين، الفلاح اللي في الأرض بيطلع لك الثمرة اللي بتاكل بيها وتغذى عليها، والناس العمال اللي في المصانع. وقسم إنتاج اللي هم بقى وقسم خدمات عفوا، اللي هي الخدمات بتخدم بقى في بنك، في خدمة عملاء، في كول سنتر، في مطاعم، في فنادق، كل دي اسمها قطاع الخدمات. انت بتقدم خدمة. مين هو العميل؟ العميل هو كل شخص بيتمتع بخدمة انت بتقدمها له، سواء بقى خدمة بقى بنكية، خدمة مطعم، خدمة فندق زي ما قلنا. طب اساليب خدمة العملاء ايه؟ 3 حاجات. اول حاجة استقبال ومتابعة آراء العملاء، تاني حاجة مقترحات العملاء، تالت حاجة التعامل مع الشكاوى. وقال لك في الموضوع ده في 6 قواعد ذهبية. ايه ال6 قواعد الذهبية؟ يا ريت تكتب معايا لانك انت ممكن تنسى. اول حاجة الانصات الى العملاء، لازم تسمع العميل كويس بتركيز وانت بتاخد الاوردر وهو بيدي شكوى وبيقول رأيه واي حاجة. تاني حاجة التركيز على تواجدك في مكانك، تبقى موجود في مكان عملك دايما. كتير جدا نروح مطاعم تقف على الكاشير تلاقي الكاشير مش موجود، بيجيب حاجة من جوه مش عارف بيعمل ايه، دخل يتكلم مع حد كده، ما ينفعش، مش اسلوب بروفيشنال. يجب عليك انت تكون متواجد في مكان عملك. تالت حاجة خدمة كل العملاء، يعني الناس كلها عندك سواسية، وعلى قد ما انت تقدر طول ما انت بتبذل مجهود في انك ترضي العميل بتاعك، فدي حاجة كويسة جدا. رابع حاجة طرح الأسئلة. يعني ايه طرح الأسئلة؟ أسأل عايز وجبة ايه، فردية، عائلية، شخص واحد، عدة أشخاص، عايز حاجة ايه، فيجيتيريان، عايز حاجة كذا، سبايسي مش سبايسي، ان كل ما تسأل هتفهم. خامس حاجة تصرف باحترافية، دايما خليك بروفيشنال في شغلك، شاطر، يعني بتنجز شغلك في ميعاده، فاهم بتقول ايه، فاهم تتعامل مع الناس ازاي، وهكذا. سادس حاجة معلومات عن المنتج، لازم كل منتج تكون عارف بيتسوى ازاي، يعني بتسوى ازاي، وزنه قد ايه، ده مشوي ولا مقلي ولا كذا. ولو انت من دون مبيعات مثلا حتى بره موضوع السياحة، لازم عارف المنتج ده فايدته ايه، جاي منين، بلد المنشأ، تصديره، انتهاء صلاحيته امتى، وهكذا. انماط عملية البيع، تفهم وتلبية احتياجات العميل، ده اول حاجة. ده طبعا انت موجود عشان الكاستمر، عشان العميل بتاعك. في ناس تزعل من كلمة عميل قوي، الخليج يقول لك لا ما تقولش عميل، قول كاستمر. يقول لك عميل دي كلمة مش مظبوطة. يعني ايا كان، تفهم وتلبية احتياجات العميل. تاني حاجة عرض بدائل وحلول، حد مش عايز سبايسي يدوا نتيجة تانية، حد ما بيحبش الحاجات اللي هي اللي فيها سعرات حرارية عالية، الكربوهيدرات، كلام من ده، في فيجيتيريان، في حاجات كده، يدوا دايما بدائل وحلول. 3 التعامل مع اوجه الاعتراض. لو انت عندك عميل معترض على حاجة، وارد ان مش كل حاجة عندك هتعجب الناس كلها، ده طبيعي يعني، ده طبيعي. اللي بيعجب ده ما يعجبش ده، ما يعجبش ده. وهنتكلم بعد كده عن في حلقة تانية منفصلة عن العميل صعب المراسية. 4 تحقيق زيادة في المبيعات. طبعا احنا موجودين عشان ايه؟ عشان نبيع وعشان نكسب اكتر. صنة الشيء تهاوي زي ما قلنا قبل كده، مش جمعية خيرية يعني. 5 حاجة اتمام عملية البيع بنجاح، سواء بقى هي تيك اواي، ديليفري، داين ان، ايا كانت. ايه المعلومات اللي لازم تعرفها عن المنتج؟ هنقولها بتفصيل كده بسرعة. طريقة العرض، المنتج بتاعك بتعرض ازاي، موجود ازاي، مكوناته، تاني حاجة. تالت حاجة سعره، او رابع حاجة البدايل. يعني انت لو حضرتك عايز فرنش فرايز، اوكي، طب عايز حاجة تانية، في رز، في مكرونة، في كذا في كذا، بدائل، كلها بدائل. قال لك في 9 نصائح مهمة قوي وانت بتتعامل مع العملاء. ايه هم؟ اول حاجة تابع العملاء. 2 خليهم يشعروا باهميته، اجعل العميل يشعر بالاهمية، لكن هو مهم عندك. طبعا العميل ده احنا دايما بنقول العميل ده من غيره انت مش هتاخد مرتبك، انت بتاخد مرتبك من جيب العميل اللي داخلك، ايا كان بقى انت فين، في بنك، في كذا، في اي مكان، في فندق، في مطعم. 3 ضع نفسك في موضع العميل. يعني لما الاوردر يتاخر عليك هتتضايق، لما تحس ان هو ايه حدش بيجي لك بسرعه هتبقى مش مبسوط، لما تحس ان الاكل بارد لا ده حاجه مش لطيفه. تمام. رابع حاجه كن حاضرا في الوقت المحدد. يعني ايه؟ لو قلت له مثلا نص دقيقه بعمل كذا، موجود. لو قلت له هرجع لحضرتك بالاوردر، مثلا قدمت الابيتايزر والمين كورس بعد 7 دقايق، اتاكد انك انت بعد 7 دقايق. احنا كلنا في خدمه العملاء يا جماعه. طيب، 5 حاجة قدم أكثر مما يتوقعه العميل. دي دايما كنا بنقولها زمان حتى في هاردز، يعني فرص المساعدة الغير متوقعة. يعني ممكن لو عميل مثلا عايز يشحن موبايله، اتفضل هات اشحن لحضرتك، دي حاجة كويسة لطيفة. عميل مع اوردر كبير، وده حصلت معانا كتير أوي زمان يعني.
مع اوردر كبير يطلع حد يساعده، يا جماعه حد يساعده، بس مش انت اللي واقف على الكاشير تسيب الكاشير، ممكن حد من الزملاء تقول له استاذنك بس توصل مثلا اوردر مع مستر فلان او كذا او كده. تمام. دي حاجه بتخليه مش متوقع، يقول الناس دول والله يعني مرحبا بيا قوي. التزم بوعودك، حتى لو قلت له الاوردر بعد 5 دقايق يبقى 5 دقايق، 10 دقايق مش 10 دقايق بتاعتنا، 10 دقايق يبقى نص ساعه، لا التزم بوعودك. اديله ميعاد يبقى مظبوط ميعاد. اشكر العميل، اشكر لانه هو ساب الناس كلها وجي اختارك انت، اختار مطعمك، اختار فندقك، اختار مكانك. اوكي. كن مسؤول. تامن حاجه كن مسؤول. يعني ايه؟ خليك كده ايه قد مسؤوليه، خليك قد الموضوع، خليك انت ايه، انت اللي بتحرك الدنيا، انت اللي بتهتم بالناس. تاسع حاجه قلناها قبل كده برضه، وفر اختيارات، وفر بدايل. يعني هو مش عايز ياخد كذا اديله كذا، طب عايز كذا، طب انت ما عندكش خدمه دليفري، طب انا اسف ما عنديش دليفري، ممكن حضرتك تشرفني مثلا، لو هو قريب منك ممكن تخلي حد من الزملاء او من العمال اللي معانا يوصلوا الاوردر بتاعه، وهكذا. اوكي. في حاجه تانية مهمه جدا نتكلم عنها برضه، لا تنفصل عن خدمه العملاء. نصايح كده بنتكلم على البادي لانجوج، دي محتاج كنت انا اقف امثلها لك يعني، بس مش هينفع عشان احنا في تسجيل. اول حاجه قال لك ما تلمسش وشك او اي جزء من جسمك، يعني دايما نقول ما تعملش كده، ما تعملش كده، لانك انت لمست دي خلاص انت بقت ايدك كونتامينيتد فيها تلوث وكده. تاني حاجه قال لك ثبت يديك امامك او جانبك، يعني زي زمان كان بيسمونا في الجيش اللي هو الوضع الانتباه ده، ايديك جنبك يعني في جنبك، او ايديك ورا ظهرك على فكره، اللي هو صفوه الانتباه بتاعه الجيش. فعلا دي 3 حاجه مهمه جدا. ما تقفش كيف بشكل مناسب وصحيح، تقف كده فايد جسمك اوكي يعني كده معتز بنفسك، معتز بمكانك. رابع حاجه ما تكتفش دراعاتك، تجنب ان تقاطع ذراعيك، يعني كده تبقى مكتف ايدك كده، لانها مش حته مش لطيفه وتروح بالاسترخاء كده والملل والضجر وحاجات كده. ما تشاورش دايما بصباعك، شاور بايدك وهي مفروده، يعني زي انت بتشاور كده بايدك كده، مش عايز اجيب عشان الكاميرا ما تخبش كده كده، اتفضل حضرتك كده، ما تعملش بصباعك كده، حتى الاجانب لو دونت بوينت يعني ما تشاورش بصباعك عليا. في حاجه مهمه قوي، تجنب التحديق في العميل، لانه بالذات لو ستات يعني بقى الموضوع محرج شويه، حتى لو رجاله يعني اقول لك هو يبص لي كده ليه، وفي حاجه غلط، وانا في حاجه غلط، في شيء مش مظبوط، هو فاضي الراجل ده فاضي لي، بتحصل على فكره، بتحصل كتير يعني. طيب عايزين نتكلم عن حاجه ازاي ايه تكون خدمه العملاء مميزه. لما تكون مميزة يكون في مجهود إضافي أنت بتعمله، زي ما قلنا بتقدم فرص غير متوقعة إنك تخدم العميل، دي حاجة أول حاجة. تاني حاجة إنك تذكر اسمه، يا سلام لو جيست دخلك قلت له ازيك يا مستر محمد، ايه حضرتك بقالك أسبوعين ما شفناكش، ايه كنت فين، بيتبسط أوي، بالذات لو معاه جيست تاني كده أو زملاء، بص أنا زبون دائم هنا يا جماعة، الناس كلها عارفاني، ويا سلام بقى لو قلت له ايه حضرتك ايه هتاخد القهوة المظبوط بتاعه كل مرة ولا ايه، فكمان يتبسط قوي، ده كمان فاكر انه فاكر الاوردر بتاعي، ده حاجه بتبقى لطيفه بتخلي الجست يبقى مبسوط. ودايما بتديله برضه اعطاء معلومات عن العروض الخاصه والمستجدات، دي معلومه برضه، دي بتبقى حاجه برضه كويسه انك بتدي للجست معلومات. رابع حاجه التواصل الدائم، التواصل الدائم يعني ممكن ما فيش مانع انك تتصل بالتليفون تقول له حاجه ما شرفتناش بقالك فتره او كلام من ده، يحس باهميتك، دي حاجه كويسه جدا. لسه في حاجات كتير في خدمه العملاء بس هنفضل نخليها على جزء تاني ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله نتكلم في الجزء اللي جاي، الحلقه اللي جايه ان شاء الله عن خدمه العملاء، لان مش عايزين فيديو يطول اكتر من كده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير زي ما قلنا، ولو في اي كومنتات اي ملاحظات تحت امركم في اي وقت. شكرا ومع السلامه، بالتوفيق.